معانا النهارده بقى عروستنا القمر دي لابسه ساري النهارده ليله حنه، وعايزه ميك اب كده يكون حاجه مطرقعه كده على الفستان طبعا، او على الساري اللي هي لابساه. الساري بتاعها حلو جدا يا جماعه، والله حلو قوي يعني. ربنا يفرح كل البنات. بس هنسالها الاول هي عايزه لوك معين او حاجه معينه، او بتطلب ايه بالظبط، او جايه في دماغها حاجه معينه ولا لا. مع طبعا في شويه مشاكل كده في البشره، حبوب خفيفه مثلا، مع هنحاول نخفي الكلام ده كله في شويه هالات طبعا سودا كده. هنحاول ان كل ده نظبطه بالميك اب، بس هنرجع لكم. بس هنسالها الاول سؤال: انت في دماغك حاجه معينه، لوك معين، عايزه تعملي حاجه مختلفه، ولا عايزه ايه بالظبط؟ بصي حضرتك، انا اول مره جه هنا وسالت صحابي، وطبعا صحابي كلهم كانوا عاملين ميك اب عند حضرتك، والميك اب كله عجبني وعجب صحابي، وكل صحابي بيشكروا فيكي. وانا حبيبتي، بصي انا مفيش لوك معين في دماغي. انا هسيب لك نفسي خالص، وبس عايزه حاجه تليق مع الساري بتاعي. تمام. وانا النهارده ليله الحنه بتاعتي وعايزاكي تظبطيني يعني. مفيش مشكله، بس تمام. كده؟ مش عايزه اي حاجه تانية؟ لا. مش عايزه تضيفي اي حاجه، ولا روج معين، ولا رسمه عين، ولا اي لا، حاجه؟ انا هسيب لك كل حاجه. تمام. وانا صعبت؟ عرفت ذوقك انت يعني. كده صعبت عليا الامور ما دام سبت لي كل حاجه. خلاص تمام ماشي. تمام. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. النهارده زي ما انتم شايفين كده المقدمه الجميله بتاعت العروسه، زي ما سمعتوا كده جت وقالت انا عايزه اعمل لوك معين، حاجه يعني تكون كويسه وعلى ذوقك، وحاجه ما تكونش اوفر، وحاجه يعتبر مناسبه لللبس ومناسبه لليله حنه. طبعا انا اقنعتها ان هي تشيل الساري اللي كانت حاطاه على وشها عشان الميك اب اللي هنعمله ونصوره خطوه خطوه. قلت لها ناس كتيره جدا هتبقى حابه تشوف اللوك قبل وبعد، وتستفاد من اللي احنا بنعمله، لان ناس كتيره جدا بتبقى متابعه القنوات اللي زي كده وبيتعلموا خطوات الميك اب واحده واحده. طبعا هي يعتبر هتعمل حاجه مميزه لان هي بشره خمريه. مش عايزه افتح لها قوي واخلي لها الدنيا اوفر، عشان يعتبر الدخله يعني بيبقى فيها بنبرز فيها يعني كل حاجة حلوة، يعني بنبين فيها كل حاجة حلوة. فمش عايزين ان احنا نبوظ، او يعني ليلة الحنة تغطي بمعنى اصح على ليلة الدخلة. طبعا هي قفلتني جدا، ونهاية الفيديو كانت سيئة جدا جدا جدا، لان عملنا مشكلة مع بعض وما كملتش الشغل، وسبتها على وضعها كده وقلت لها مش هكمل لك تاني. قاعدة تسألني في الماتريال وفي الخامات وفي الحاجة. طبعا انا بصور بايد، قلت اوريكم كده كبداية ان انا الكفرج بتاع الفونديشن اللي انا حطيته على القوره كده او على الجبهه من فوق غطى معايا الحبوب تماما. ولسه المفروض بنحط البودره اللي هي مضغوطه كمان، يعني بتداري خالص، بتغطي لي اي حاجه. انا بحاول ان انا ابين لكم بس كبدايه الشغل هنعمله ازاي. طبعا انا زي ما اتفقت معاها في البدايه قلت لها اعمل لك حاجه كويسه، وحاجه يعتبر تمشي مع الليله والاجواء بتاعه الحنه، لان هي عامله ساري واصحابها لابسين ساري زيها برضو، وعامله حنه ليله كده، جو واجواء كده في الشارع. اقنعتها ان هي تشيل، وقلت لها انت كده كده هتخرجي في الشارع من غير برضو ما تبقي حاطه حاجه على وشك زي الملثمه، هتخرجي وكله هيشوفك، فكده كده خليكي بالميك اب برضو نصور عشان ناس كتير تستفاد. انا هنا لسه يا دوبك عملت طبقه كده اللي هي يعتبر زي بطانه زي ما بيقولوا كده، ولا رسمنا حواجب. يا دوبك عملنا الجل بتاع الحواجب عشان ينشف عشان نبتدي نشتغل عليها. يعتبر لسه ما عملناش اي حاجه، هي البطانه اللي بيقولوا عليها او الطبقه اللي هي الاولانيه. لسه ما عملناش اي حاجه زي ما انتم شايفين كده. لسه في لانسز، لسه في رموش، لسه في رسم عين، لسه في رسم حواجب، لسه في روج. هي جايه لي طبعا عامله مسكره، لسه تعمل رموش، لسه حاجات كتيره جدا جدا جدا، يعتبر لسه في البدايه. انا لقيتها بتقول لي لا 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 كده خلاص، لا انا كده مش عاجبني، وانا هو ده النهايه. قلت لها يا حبيبتي نهايه ايه؟ انا لسه ما عملتش حاجه، ده انا لسه في البدايه، ولسه بقول يا هادي زي ما بيقولوا، لسه ما رسمناش الحواجب. ايه ده؟ هو ده هيبقى لون حواجبي؟ قلت لها لا ده مش لون حواجبك، ما فيش حد بيعمل اللون ده. انا عامله جل
في ناس بتعمل صابونه وفي ناس بتعمل جل، بحيث ان هي تثبت شعر الحاجب عشان تبتدي ترسم عليه زي شعره شعره كده. قلت لها لا يا حبيبتي ده طبعا، وكنت معاها كويسه جدا عشان افهمها لو هي مش فاهمه. ان انا خطوه خطوه، مش يعني انتوا عارفين ان اي حد بيعمل ميك اب ما بيبقاش عنده طولة بال ان كل خطوه بيعملها يشرحها. اصلا انا مش بعلم واحده، انا المفروض بشتغل لوحده مش بعلم. انا لو بعلم همشي خطوه خطوه، انا بعمل كذا وبضيف كذا وحطيت كذا وعملت والخطوه الاولانيه كذا. انما انا مش بعلمها، انا دلوقتي واحده انا شغاله، المفروض ان هي تبقى قاعده في صمت. كل اللي هي عندي الفلوس اللي هي دافعاها تاخد بيها شغل وشغل كويس، وتتعامل بمنتهى الاحترام والادب في المكان. هو ده اللي الزبون عندي، ان هي ما تتدخلش بقى. طبعا انا مصوره لكم الماتيريال اللي انا شغاله بيه في نهايه الفيديو، لان انا وقفت على كده قلت لها حبيبتي احنا لسه ما عملناش اي حاجه خالص. طبعا هي اول ما جت قلت لها انت جايه، طبعا المفروض نبقى عاملين مرطب للوش. رفضت تحط اي حاجه على البشره خوفا من انها ماشيه على كريمات معينه للبشره. ما غسلتش المسكره، ما حطتش مرطب على الشفايف، الشفايف ناشفه، في هالات سودا تحت العين، الوش كله فيه حبوب، في مشاكل كتيره جدا 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 عندها. هي كل ما اقول لها حاجه، انا صورت لكم قد ايه انا مطلعه الفونديشن بتاعي والكريمات الاساس بتاعتي كلها، والانواع البودره المضغوطه مطلعه لها غامق وفاتح، مطلعه لها الدرجات كلها. يعني مش بخلانه عليها ومش هعكها ومش هعمل لها شغل قلب. طبعا اي حد داخل اي مكان له الحق ان هو بفلوسه يعمل اللي هو عايزه، بس ملوش الحق ان هو يتدخل ويقول طب انت حاطه لي ايه، طب انت هتعملي لي ايه، طب ايه النوع اللي انا هشتغل بيه، طب ايه النوع اللي انت شغاله بيه. مع احترامي لاي حد، يعني دي حاجه ما هو ملوش يسأل فيها. هو له ان هو يتعامل كويس في المكان، يتعامل بأدب، يتعامل ما يتهنش في المكان، يعمل حاجة كويسة ويبقى طالع من المكان مرضي. زي ما يبقى طالع مرضي وياخد حقه، برضو المفروض ان هو يدي للي واقف على رجله وشغال ده يديله حقه برضو. عشان الواحد لما بيبقى واقف، الضغوط اللي حواليه بتاعت طول اليوم والمشاكل والكلام ده، يعني بتوصله لمرحلة ان هو ممكن يتعصب على اي حد غصب عنه. فاي حد، اي عروسه، الكلام ده لاي حد ملوش الحق ان هو يتدخل، ملوش الحق ان هو يسال انت شغال بماتيريال ايه او شغال بحاجات ايه. انا شغاله هدى بيوتي اماندا، شغاله كل الحاجات اللي انا شغاله بيها. عندي لانسز كنت اعمل لها فاشونيستا، فاشونيستا كوين ماركه معروفه كويسه جدا. انا بوريكم قد ايه الهايلايتر، كل حاجاتي مطلعاها قدامها وشغاله. بس هي عايزه تعرف كل ما اجي احط حاجه هو ده ايه، كل ما اجي اعمل حاجه هو ده ايه. هو دي حاجه غلط جدا، لان كمان وترتني ان انا وانا بشتغل بالذات في الميك اب. لان الحاجه دي يا جماعه بيبقى زي ما يكون الواحد، يعني الفنان او الرسام بيبقى ماسك لوحه، قد ايه المفروض يبقى هو محتاج هدوء عشان يقدر يطلع شغل. هي زي كده بالظبط. انا حاولت ان انا اثبت لكم التليفون عشان اوريكم على ايدي انا وانا بعمله. كنت مطلعه الحاجه كلها قدامي زي ما انتم شايفين كده. طبعا انا اتقفلت ما كملتش، قلت لها لا انا مش هعمل حاجه، احنا كده حلوين قوي وخدي فلوسك، واعتبر ان انا كده وصلني حسابي. الحاجات اللي انا عملتها بقى او الخامات اللي انا صرفتها او اللي اشتغلت بيها مش مشكله، يعوض عليا ربنا فيها. بس انا ما بحبش المعامله دي وزعلت جدا واتقفلت. ودي كانت نهايه الفيديو، واشوفكم في فيديو جديد.